السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي، لذيذة كده وجميلة، وممكن تتقدم في عزومات. شكلها شيك وحلوة قوي وكلنا بنحبها أكيد. هنعمل لازانيا الكريب. معروف اللازانيا لها مكرونة مخصوص، بتتعمل رقائق مكرونة كده مخصوص بتتعمل للازانيا. احنا النهاردة هنعملها بالكريب بطريقة سهلة إن شاء الله. أتمنى بإذن الله تعجبكم، ويا ريت الأول مرة يشوف القناة مينساش يعمل لايك واشتراك ويفعل الجرس. عندي حبايبي ما ينسوش اللايكات لو الفيديو عجبكم. شايفين شكلها حلو وجميله ولذيذه كده وطعمها حلو قوي. طبعا كل بيحب اللازانيا بكل طرقها، بالكريب او بالمكرونه اللازانيا. المهم الطريقه بتاعتها لازم تعمليها بكل تركاتها عشان تطلع معاكي طعمه ولذيذه كده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شكلها مشهي قوي ولذيذه جدا جدا. زي ما قلت لك ممكن تنفع مع العزومات، تبقى حلوه قوي وجميله وشيك قوي. هنبدا كده، هندخل على العصاج الاول. انا عندي بصلتين كبار مفرومين، وعندي فصين كبار او 3 توم مفرومين، وعندي شويه مشروم اللي انا شايلاه في الفريزر. عندي نص كيلو لحمه مفرومه، وكوبايه عصير طماطم تكون مبشوره، يا ريت ما يكونش فيها سوائل كتير. وعندي فلفل الوان، نقول نص حبايه من كل لون. هنروح كده نبدا على العصاج باذن الله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل على العصاج. انا حتى هنا حته سمنه صغيره، او تحطي زيت او تحطي زبده زي ما تحبي، على النار تسخن. وهنزل على البصله كده بالتومه بكله، علشان احنا مش بنحمرها. انا بس عايزه بحب كده البصله تاخد ريحه كده اللي هي بتخلي صينيه البشاميل اللي عندك مميزه. ريحه زي تحميره، بس هو مش متحمر. بنشوح البصله كده مع التومه. والتومه انا بدقها بفلفل اسود زي ما احنا عارفين، مع شويه ملح صغيرين. هنسيب البصله بقى تتدبل كده، وهندخل هنا على البشاميل. انا عندي لتر ونص من الحليب. انا مش بحمر الدقيق بتاع البشاميل يا جماعه، انا بعمل بشاميل كده خفيف. صدقوني لو جربتوه كده هتبقى حلوه قوي قوي. الاكله بتبقى خفيفه كده ولذيذه. البشاميل عامه عندي ما بحمرش الدقيق خالص. باجي بحط لتر ونص من الحليب على كوبايه الا ربع من الدقيق. دول مكعبين مرق الدجاج. وعلى النار كله على البارد الاول، نقلبه كويس قوي قوي. ممكن تعمليه في الخلاط، ممكن تعمليه بالمضرب على النار كده ونستمر في التقليب. هنا بقى بنشوف البصله عملت ايه. البصله اتدبلت معانا خلاص. بننزل عليها باللحمه المفرومه اللي عندنا، وبنقلبها كويس قوي مع بعضها. تمام كده. البشاميل اللي معانا على النار، وعندنا هنا العصاج مشغلين فيه. طبعا هي الوصفة يعني هي ممكن تكون طويلة شوية، بس بصراحة الموضوع يستاهل. بنحط هنا معلقة فلفل اسمر، وهنحط ملح ابيض بتاعنا. تمام كده، يبقى فلفل وملح. وبنستمر في التقليب لحد ما اللحمة اللي احنا حطيناها بتنزل ميتها وتشربها تاني. بننزل بقى بكوباية عصير الطماطم اللي عندنا. تمام كده، على نار حامية، وبنقلب لحد ما الطماطم تتشرب مع اللحمة. تمام. بنحط دي معلقة من السكر تحطيها مع الطماطم، بتدي طعم حلو قوي. يعني بتعادل حموضة الطماطم، فبتدي طعم حلو قوي كده للأكل. بنبص بقى على البشاميل اللي عندنا. بصوا قوامه بدأ يتغير اهو. نستمر في التقليب كده، والقوام بدأ يتغير. بصي غلى معانا بقى كده خلاص. البشاميل تمام واستوى وبقى كويس. نطفي عليه بقى ونسيبه على جنب. انا بكمل هنا بقى العصاج. عندي شويه مشروم، زي ما قلت لكم المشروم ده انا عيناه عندي في الفريزر مخزناه، وعامله بيه طريقه عامله بيه فيديو لتخزين المشروم. بيبقى في اوقات كده المشروم بيبقى كتير في السوق، وخصوصا في الصيف، وبيبقى رخيص. فانا بجيبه بخزنه في الفريزر عندي، وبطلع منه بقى استعمله وقت ما انا عايزه. بنزل بقى بالفلفل الالوان اللي عندي، او فلفل اخضر، اي فلفل موجود عندك بتنزلي بيه على العصاج. تمام. بنقلب كده مع بعضه. شكل العصاج يعني مشهي قوي، وريحته بقى جميله جدا. زي ما قلت لك كده، لو اديتي البصله صدمه كده في الزيت او في السمنه او حسب ما بتحبي، بتبقى ريحتها حلوه قوي قوي قوي. لما بتعملي بيها العصاج، بتعملي بيها بتفرق معاكي فعلا في ريحه صينيه المكرونه او صينيه الجلاش او اي حاجه بتعملي بيها بالعصاج. خلاص العصاج كده تمام بقى معانا حلو قوي. شايفه الالوان
ده غير الطعم ان شاء الله طعمه حلو جدا. طبعا العصاج بتاع يعني انا بحب احط طماطميه برضو كده مبشوره مع العصاج، بيبقى حلو قوي. فاحنا هنعمل بنبص بقى على البشاميل اللي عندي دي، معلقه صغيره من الثوم المفروم. معلقه الثوم البودر ما بتحطيها في البشاميل بعد ما بتخلصيه بيبقى بتفرق برضو جدا جدا معاكي، بيبقى البشاميل اللي عندك مميز ريحه وطعم. معلقه ثوم بودر بعد ما نخلص البشاميل ويستوى بننزل عليه معلقه ثوم بودر، ونسيب بقى ايه الحاجات اللي عندنا، نركن بقى البشاميل والعصاج لحد ما نعمل الكريب. هندخل هنا على الكريب. انا عندي هنا 3 كوبايات من الحليب، هحط عليهم 3 بيضات، وعندي 2.5 كوبايات دقيق. 3 كوبايات حليب و3 بيضات و2.5 كوبايات دقيق. تمام كده. الكريب ده احنا هنعمله مالح، فهحط عليه شويه ملح بفلفل. لو انت مش عايزاه مالح ما تحطيش الملح والفلفل بالفلفل. تمام كده، هتحطي رشه ملح ابيض بس، لكن احنا عشان هنعمله مالح انا حطيت شويه ملح بفلفل عليه. تمام. اما يكون حلو ما تحطيش عليه فلفل اسمر، رشه ملح خفيفه كده ورشه فانيليا. الكريب المالح انا بحط عليه ملح وفلفل وعشان خاطر احنا هنعمله ملح يبقى ادينا طعم حلو يعني، ونكهته تبقى حلوه قوي كده في الاكل. تمام كده. بحط هنا 3 معالق كبار من الزيت. يعني حطيت هنا 3 بيضات، عندي 3 كوبايات من اللبن حليب، وعندي 2.5 كوبايات من الدقيق. الكوبايه اللي بتاخدي بيها اللبن هي اللي بتاخدي بيها الدقيق. تمام كده. حطينا 3 معالق من الزيت عليهم، وبنقلب بقى شويه بشويه. تحطي دقيق واحده واحده كده وتقلبي. ممكن تضربيه في الخلاط برضو اسهل لك واسرع، لكن انا بوريكي برضو اهوت ان احنا عادي ممكن نعمل كل حاجه في السريع كده بايدينا بالمضرب، مش هياخد مننا وقت خالص. بنحط دي واحده واحده وبنقلب كويس جدا 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 بالمضرب لحد ما نتاكد ان كل الدقيق وكل المزيج بقى مع بعضه، تختلط كويس جدا جدا مع بعضه، اللبن مع البيض مع الدقيق مع 3 معالق كده من الزيت. تمام كده. استمري في التقليب كويس جدا جدا جدا. زي ما قلت لك ممكن تعمليه في المضرب بالخلاط، او لو عندك المضرب الكهربائي. انا عندي الخلاط وعندي المضرب الكهربائي، بس برضو حبيت اوريك ان الطريقه بسيطه جدا، ممكن تعملها بالمضرب اليدوي عادي خالص، مفيش اي مشاكل. خلاص بقى القوام ده هو قوام الكريب معانا. معلش بقى الفلفل الاسمر كده باين كده فيه ومحبب، بس مفيش مشكله بقى، احنا هنعمله مالح. البشاميل بقى هنا بعد ما طفيت عليه بعمل ايه، بجيب مكعب زبده صغير كده، او بعد ما اطفي على البشاميل على طول وهو سخن مكعب زبده صغير واحطه كده. البشاميل بتاعنا كريمي بقى وطعمه في منتهى الجمال. ان شاء الله لو جربتي الطريقه دي مش هتحمري الدقيق بتاع البشاميل تاني ابدا. طريقه خفيفه وسهله ولذيذه جدا. عمري ما حمرت الدقيق بتاع البشاميل بصراحه، طول عمري بعمل البشاميل بالطريقه دي وما شاء الله بيطلع تحفه. باخد بقى الكريب. انا بحط الطاسه على النار، الطاسه تسخن. الطاسه دي مقاسها 28، بتاخد كبشه، بلو كبشه كده. ما بنقلبش بقى لما تشوفي شايفه الحرف بتاع الكريب قب ازاي طلع ازاي من الحراف كده، معناته ان الكريبايه ممكن تتقلب. طول ما هي لسه لازقه ما تجيش ناحيتها خالص عشان ما تتقطعش منك وتبوظي الدنيا. تلاقي الحرف بتاع الكريب طلع كده من الطاسه وخلع كده من الطاسه، معناته ان الكريب خلاص استوت، وهنبتدي بقى نقلبها زي ما احنا شايفين كده. تمام. نقلبهاش لما نتاكد ان هي خلاص استوت وان هي ممكن تتقلب، علشان ما نكسرهاش معانا ولا تتقطع. تمام كده. احنا بنخلص بقى كميه الكريب اللي معانا. شايفه الوش التاني لازم ياخد طبعا لون حلو كده يتحمر زي ما احنا شايفين كده اهو. بنخلص الكمية العجين بتاعة الكريب اللي معانا، ونبتدي بقى ايه نركب الصينية على بعضها، ندخل بقى كل المكونات. هنعمل ايه، احنا جبنا القالب بتاعنا وبناخد من كبشة كده من البشاميل في ارضية القالب، نوزعها كده في ارضية القالب بتاعنا. لو عايزه تعمليها في صينيه مدوره اعمليها في صينيه مدوره مجراش حاجه، بس ما تبقاش عاليه قوي علشان تعرفي ايه تتصرفي فيها. تمام كده. بنحط بقى بنعمل تبادل، نحط 1 من الكريب
بنحط شويه من العصاج بنوزعهم كويس كده اهوت، وبعدين بنحط معلقه او معلقتين كبار كده من البشاميل، وهكذا لحد ما بنخلص ترتيب القالب اللازانيا بتاعنا. كريبايتين على، وبعدين كبشه كده من العصاج، وبعدين كبشه من البشاميل، وهكذا. شو حسب بقى انت بقى، ما انت عايزه السمك بتاعها عايزاها عاليه علي بقى في الكريب، بس هي يعني حسب بقى ذوقك، عايزه تخليها عاليه عايزه تخلي طبقات كتير براحتك خالص. احنا بس بنوريك الطريقه ازاي، والترتيبات بقى السمك بتاعها ده يرجع لذوقك. تمام كده. زي ما قلنا بنخلص الكميه بالتبادل معانا كده مع بعض، اخر حاجه بقى بنحط البشاميل على الوش، نغطي القالب بتاعنا بالبشاميل. انا عندي شويه جبنه ميكس كده من الجبن هحطهم على الوش خالص، بقلبهم مع شويه بشاميل وبحطهم على وش الصينيه بتاعتي قبل ما ادخلها الفرن. تمام. ده ميكس من الجبن عندي اللي هو موتزاريلا ومشلله على رومي، شويه جبن كده مشكله بشيلها عندي في الفريزر على طول، قلت لكم قبل كده بتبقى حلوه قوي سهله سريعه كده في الاستعمال. تمام كده. بنقلب نخلط الخليط ده كله مع بعضه كويس جدا، وهنحطه على وش الصينيه بتاعتنا قبل ما ندخلها على الفرن. انا مشغله الفرن يسخن على درجه حراره 180، بنحطها لمده على الشبكه لمده يعني 10 دقايق، ولو لقينا الوش يدوب كل حاجه مستويه، كل حاجه تمام كده مستويه، احنا بس بنسيح الجبنه بنديها لون كده حلو من فوق، فاحنا بنحطها لمده 10 دقايق، وبعد كده بنطفي الفرن ونشغل الشوايه، ناخد لون احمر كده نحمرها كده من على الوش كده يبقى شكلها حلو. تمام كده. خلصنا القالب بتاعنا ودخلناه الفرن زي ما احنا شايفين، وطلع شكله جميل قوي ولذيذه بقى وطعمها حلو جدا. نسيبها بقى لما تهدى شويه. بص سخنه خالص ازاي، طبعا مش عارفه اقطعها وهي سخنه، لازم تهدى شويه. انا عندي هنا لما بعمل حاجه طالما عجباهم ممكن ياكلوها وهي سخنه عادي خالص، ويخلوني اقطعها وابوظ شكلها، يقولوا مش مشكله بس هناكل. بصوا بقى لما سبتها تهدى شويه وتبرد، طبعا تقدري تتحكمي بقى وتقطعيها كده زي ما انت عايزه، بتطلع معاكي شكلها حلو ومسويه. تمام. طعمها حلو جدا جدا زي ما قلت لكم. هو يعني ممكن تكون خطوات كتيره بس الموضوع يستحق التجربه. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم والطريقه تعجبكم، ويا ريت الناس زي تاني مره واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش يعمل لايك واشتراك لقناتي اكلات من مطبخ اموله. حبايبي اللي عندي متنسوش باللايكات. ان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد من قناتي اكلات من مطبخ اموله. شايفين شكلها حلو ازاي، جميله جدا.